السلام عليكم حبايبنا واسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي. اصدقائي عم بنسال كثير انا عن موضوع انه امتى بدي طالع الفراخ من الحضانه، تمام؟ امتى بدي ابدا معاهم بفطم الفراخ وامتى بدي طالعه من الحضانه وكيف بده ينفطم شوي شوي لحتى ناخده ونحطه بالقفص حبايب قلبي. تمام اصدقائي، تفضلوا لعندي شوي هيك لهون لعندي على الكاميرا. حبايب قلبي هلا هون عنا الفراخ اللي طعميناهم نحن على ايدنا، واليوم صار عمرهم 30 يوم. نحن بعمر ال 30 يوم بدنا نطالعهم تمام لعلبه بهذا الشكل، حاطط بقلبها نشاره انا اوكي مشان نبدا بالطامون. اليوم صار عمرهم 30 يوم مثل ما حكينا، تمام اصدقائي؟ يعني اكتمل الريش عندهم مثل ما لنا شايفين، وما عاد نقدر يعني ما عاد نخاف عليهم نحن من حراره الجو، ان كانت بارده مثلا او نازله شوي عن الحضانه ما عندي مشكله لانه طلع الريش عندهم. وهلا بالنسبه للفطامون رح نبدا معهم من اليوم اصدقائي، تمام؟ بهذا العمر رح نبدا معهم 30 يوم، يعني 5 ايام ان شاء الله تعالى لل6 ايام لازم يكونوا مفطومين. انا هون شو عملت لهم حبايب قلبي؟ كنت عم بعطيهم من هذا الاكل الجاهز مثلا يوميا 4 أو 5 مرات 5 وجبات. هلا رح اعمل لهم اياهم بهدول ال5 ايام القادمين وجبتين، وجبه صباح ووجبه المساء حبايبي. ليش؟ حتى نخليه شوي جوعان، مشان نحن هلا بدنا نحط له البيض المسلوق مع التفاح هيك قدامهم حبايب قلبي، ورح نحط لهم الاكل تبعهم الدخن والبريق تبعهم تمام قدامهم هيك مثل ما قلنا. هلا حبايبي بشكل طبيعي نحن حطينا لهم الاكل هون، هن سبحان الله بالفطره رح يبلشوا يصيروا ياكلوا على مهلهم وشوي شوي بدهم يستكشفوا من خلال جوعهم، بدهم يجربوا ياكلوا لحالهم يعتمدوا على نفسهم، تمام؟ هون بهذا الوقت نحن مو حطينا له الاكل، بنصير بنطعميهم وجبتين بالنهار مثل ما ذكرت، وجبتين بالنهار، وجبه الصبح ووجبه المساء، مشان شوي يكونوا جوعانين ويصيروا ياكلوا من هذا الاكل حبايب قلبي. شوي شوي هن رح ياكلوا. تفضلوا لعندي خلينا نفرجيكم بس شوي انه صار هلا هيك يقرب شوي على الاكل ويحمل الحبه بتمه ويحاول انه ياكل منها، تمام؟ هيك من هون ليصير عمره 35 يوم بالكثير يعني لل 40 يوم اصدقائي بيكون انفطام. بس انفطام اكيد رح قيمه من هي العلبه انا وحطه بقفص وكمل له تغذيته وتربايته بالقفص، يعني اكله قدامه والمي قدامه، وما بدنا ننسى الفواكه والبيض المسلوق للفراخ على طول، تمام حبايب قلبي؟ خليني اعد لكم المرحله من اولها. بعد ما طعميناهم 30 يوم بالحضانه نقلناهم 5 ايام على هي العلبه او 6 ايام او 10 ايام الى اخره لبين ما ينفطموا. بعدين بتاكد انا انه انفطموا، وقت بتاكد انه انفطموا حبايب قلبي بحطهم بالقفص وبتكفي بقى بمسيره حياتهم بالقفص ان شاء الله عز وجل. ولا تنسوا تدعموهم بالاكل والفيتامينات والفواكه حبايبي، حبايب قلبي، وسلام.